بابا انت ايش قعدك قبالي؟ انا من كنت شاب بقدك انت كنت بعدك ما جاي لهاي الدنيا اصلا. اي خلاص ترى انت كبرت بعد. انت مني قلبك هسه؟ ترى انت تفرز كالسيوم كلش قليل، انا اغرقك كالسيوم. طبعا انا عندي كيسات بقد رحمة الله وكيساتي تشهد. ترى انت مال هالوقت. بس العفو انت مو نفسك ابو العصارتين الخبط وللواسط تلوص الدنيا. تراني تيوب لايت كيور، يعني شغل نظيف. شنو والسنسيتيفيتي عليك لو علي؟ بس ايش خبصتونا؟ هو انتم منو محترمكم؟ مرحبا، وياكم دكتور يوسف فؤاد بحلقة جديدة من برنامج إراكي دنتال ماتيريال. حلقتنا اليوم راح نحكي بيها على الاندايركت بالب كابينج والمواد اللي راح نستخدمها الماتيريال بالاندايركت بالب كابينج. أول شيء نريد نعرف شنو هو الاندايركت بالب كابينج. ببساطة الاندايركت بالب كابينج إذا احنا عندنا حالة كيريز كان كل جديد قريب كلش من العصب، لدرجة إذا شلنا هذا الكيريوس ليجن راح نسوي اكسبوجر للبلب. احنا نريد نتجنب انه نسوي اكسبوجر، ما نريد نجازف. اكو عندنا في التقنيه اللي هي اندايركت بالب كابينج، اللي هي راح نخلي ماده معينه على هاي المنطقه القريبه من البلب. هاي الماده راح تفرز لنا الكالسيوم. الكالسيوم راح يحفز البلب على انتاج سكندري دنتين، راح ينتج طبقه دنتين جوا الكيريوس سبوت، راح تبعد لنا الكيريز عن البلب. بهاي احنا راح نستفاد انه ابتعد الكيريز عن البلب. هاي اللي دا احكي هسه اسمه اندايركت بالب كابينج. زين، شو وقت راح نستخدم الاندايركت بالب كابينج؟ اهم شرط لازم يكون السن اسيمبتوماتيك. يعني شنو؟ بالب كابينج is contraindicated if the tooth was symptomatic. يعني شنو؟ يعني إذا كان عندنا الأعراض مال acute pulpitis اللي هو night pain, throbbing pain وإلى آخره unlocalized وهاي الشغلات، هاي معناتها إنه البكتيريا وصلت للبلب وتو ليت، ما راح يفيد وياها أي بالب كابينج. فإحنا راح نستخدم الاندايركت بالب كابينج فقط بالحالة اللي ما راح يكون واصلة السيمتوم للأكيوت pulpitis. زين، هسه نريد نعرف شغلة. اللي لازم نعرفه على الاندايركت بالب كابينج انه نسبة نجاحها مو 100%. يعني اكو حالات تنجح، اكو حالات ما تنجح. ولهذا السبب راح يتقسمون اطباء الاسنان الى 3 اقسام. الزمرة الاولى من اطباء الاسنان اللي ما تعترف اصلا بالاندايركت بالب كابينج، بما انه نسبة نجاحها مو 100%، اذا انا ما راح استخدمه ابد. هاي الزمرة الاولى اللي انا من ضمنهم طبعا. هاي الزمرة الأولى اللي هم الصح. زين، نجي على الزمرة الثانية. الزمرة الثانية تقول إذا كان الكيريز يعني مو سوفت، هارد. إذا كان الدنتين الكيريوس دنتين كان هارد، معناته الدنتين إنه دا يحاول إنه يقاوم الكيريز، فأنا ليش ما أنطيه فرصة؟ فراح يستخدمون الاندايركت بالب كابينج فقط إذا كان الكيريوس دنتين هارد. هذولا الزمرة الثانية، وهذولا هم صح. نجي على الزمرة الثالثة اللي هو الأطباء اللي يقولون سواء كان هارد أو سواء كان هارد أو سواء كان سوفت، فأني هم راح أنطي فرصة للسن حتى أجنبه من إنه أسوي إكسبوجر. فراح أستخدم الاندايركت بالب كابينج سواء هارد أو سوفت، وراح أنطيه فرصة وأشيك. وذولا هم صح، 3 ذولا صح، بس يبقى كل طبيب ورأيه، راح يروح اليا رأي. هاي شغله. نجي هسه على المواد اللي راح نستخدمها بالاندايركت بالب كابينج. عندنا مادتين كلش يعني مشهورات. عندنا الماده الاولى الدايكل، والماده الثانيه الثيريكل. نبدي على اول وحده الدايكل. فكره الدايكل اللي هو اقدم، اول واحد اخترعوه اللي هو الدايكل. الدايكل اللي هو كالسيوم هيدروكسيد، الاسم العلمي مالته كالسيوم هيدروكسيد. الدايكل بعده صفات. الصفة الأولى إنه راح يفرز كالسيوم قليل مقارنة بالثيريكل. هاي شغلة. بس الشغلة الحلوة بيه إنه يعني الريليس مال الكالسيوم مالته راح يكون لونج اكتنج مو شورت اكتنج مقارنة بالثيريكل. هاي شغلة. الشغلة الثانية إنه يكون الابليكيشن مالته عصارتين خبط.
عصارتين خبط يعني السيتنج مالته راح يكون كيميكال مو لايت كيور، فما راح يسوي لنا هيت جنريشن مقارنة بالثيريكال. الشغلة الأخيرة إنه راح يحتاج له أداة خاصة اسمها دايكل ابليكيتر، هاي حتى الابليكيشن مالته يكون دقيق يراد لكم هاي الأداة. زين، طبعا اكو نوع هسه جديد يعني او مو جديد، يعني اخترعوا همينه دايكل لايت كيور، بس يعني مو يعني ما يحبذوا الاطباء، يحبذون انه الدايكل ابو العصارتين الخبط. هاي الدايكل. نجي هسه على الثيريكل. الثيريكل ماده اللي هي كالسيوم سيليكيت. كالسيوم سيليكيت راح تفرز لنا كالسيوم اكثر مقارنه بالدايكل، بس راح يكون على شورت اكتنج مو لونج اكتنج، لمده قصيره، بس حتفرز لنا كالسيوم اعلى. هاي شغله. الشغله الثانيه انه ما راح يحتاج لنا اداه خاصه بيها، هو راح يكون على شكل تيوب، راح نحقنه بالمكان السبوت اللي نريدها، وراح يكون لايت كيور، يعني راح نسلط لايت عليه راح يصير بيه سيتنج. المحلو بهاي بهذا الثيريكل انه السيتنج مالته من يكون لايت كيور يعني معناته اكو بوليمرايزيشن، يعني معناته اكو هيت جنريشن. الهيت جنريشن ممكن مو دائما ممكن يسوي لنا سنسيتيفيتي، بما انه احنا بدنا نشتغل بتشيو كلش قريب من البلب، فممكن يسوي لنا سنسيتيفيتي. هذا الدايكل وهذا الثيريكل، اكو ناس يميلون للدايكل واكو ناس يميلون للثيريكل واكو ناس ما يميلون لاي احد. زين، خلصنا هسه الدايكل والثيريكل. نجي هسه على الخطوات اللي راح نسويها. طبعا اكو يعني يستخدمون تقنيه ال1 ستيب واكو 2 ستيب. شنو 2 ستيب وال1 ستيب بالاندايركت بلب كابينج؟ ال1 ستيب اللي هي انه راح يخلصون الفيلينج كلها بفيزت وحده، يعني اني وخرت الكيريز كله، بقت لي سبوتايه قريبه من البلب، هاي السبوتايه حطيت عليها ماده الاندايركت بلب كابينج سواء ثيريكل او دايكل، راح احط الفاينل فيلينج بنفس الفيزت. ليش؟ لان جوا طبقه الكيريز راح يصير جواها انه اكو سكندري دنتين، وهاي المنطقه راح يصير ارستد كيريز، يعني خلاص هي ارستد وراح تصير جواها طبقه دنتين، بعدناها عن البلب وحطينا الفاينل فيلينج وانتهى الموضوع. هاي ال1 ستيب. جماعه ال2 ستيب، ال2 ستيب تكنيك هي لا، هي راح نخلي ماده الاندايركت بلب كابينج وراح ننتظر من 4 إلى 8 أسابيع لحد ما نضمن هذا الوقت اللي راح نضمن به صاير سكندري دنتين جوا الكيريس سبات. ورا ما يعني تخلص هاي ال8 أسابيع نشيل البروفيجنال ريستوريشن او يعني الفيلينج اللي حاطيها مؤقته، راح نشوف انه نتاكد انه صار يعني ابتعدت السبوت مال الكيريز عن البلب، راح نجي نشيلها للكيريز سبوت، وما راح نخاف انه نسوي اكسبوجر لان ضامنين صاير جواها سكندري دنتين. راح نشيلها للكيريز، ضمننا انه كل التشيو انتاكت، بهذا الوقت يلا راح نحط الفاينل ريستوريشن، فراح تصير على شكل 2 ستيب. زين، بفكره ال2 ستيب لازم المكان يكون ايزوليتد، فاحنا من راح نخلي temporary filling لازم نضمن ان temporary filling باقيه مسويه سيل خلال هاي ال4 إلى 8 أسابيع. ومثل ما نعرف انه احنا التي اف اقصى مده تعطينا اياها هي 3 أسابيع فقط، فراح نضطر نستخدم الجي اي سي كtemporary filling، لان الجي اي سي راح يطول اكثر من 3 أسابيع وبنفس الوقت راح يعطينا سيل كلش حلو، اضافه الى انه ممكن يعطينا فلورايد. هاي شغله. الشغله الثانيه، في حاله ال1 ستيب او حاله ال2 ستيب لازم نضمن المكان ديسانفكتد، فقبل لا راح نحط ماده الاندايركت بلب كابينج راح نجيب قطمه بها كلوركسيدين، ويفضل انه نمسح المكان كله الكافيتي كامل، لان الكلوركسيدين راح يفيد الدنتين انه يسوي ديسانفكشن وممكن يساعد بعمليه الاندايركت بلب كابينج. طبعا فكره الاندايركت بلب كابينج فكره كلش حلوه، بس الشغله المحلوه مالتها انه لحد الان ويا التطور بقت نسبه نجاحها مو 100%، فانت اذا تريد تحافظ على اسمك دائما خلي كل بروسيجراتك نسبه نجاحها 100%. وبالنهايه اذا تريد تسوي indirect pulp capping بنسبه نجاح كلش عاليه تقدر تضمن بيها، فنصيحه سوي لايك لهاي الحلقه وسوي سبسكرايب وفعل الجرس حتى تجيك الحلقه اول باول. كان وياكم دكتور يوسف فؤاد من برنامج إراكي دنتال ماتيريال، نشوفكم على الحلقات الجايه. سلام.